المبنى اللي قدامك ده مش قلعة ولا أثر، ده ليه استخدام ما يخطرش على بالك. الحكاية بتبدأ من المعتقد الزرادشتي، وده منسوب لفيلسوف إيراني يقال إن أصله أفغاني اسمه زرادشت، وكان عايش سنة 1000 قبل الميلاد. والناس اللي اتبعوه كانوا شايفين إنه نبي، واستغفر الله مسمين الإله اللي كانوا بيعبدوه أهورا مازدا، واللي معناها إله الحكمة. المهم إن في اعتقادهم شايفين إن جسم الإنسان لما بيموت بيكون نجس، ومش ممكن أبدا إنهم يدفنوه في التراب اللي شايفينه عنصر من العناصر المقدسة عندهم، زي المية والهواء والنار اللي دايما مولعينها في معابدهم وما بيطفوهاش أبدا، لأنهم شايفين إنها النور اللي بيرمز لإلههم إله الخير أهورا مازدا. فبرضه مش هيولعوا في أمواتهم زي الهندوس ولا هيدفنوهم في التراب زي ما بنعمل. فعشان كده بيبنوا مباني بيسموها بلغتهم ضخمة، ومنتشرة بشكل كبير في الهند وفي إيران، وبتكون على شكل مبنى اسطواني حجري فوق الجبال متقسم لتجويفات جوه بعض بيحطوا فيها الأموات، تجويف للرجالة وتجويف للستات وتجويف مخصوص للأطفال. وكل التجاويف دي متحوطة بسور عالي عشان محدش يشوف الجثث وهي بتاكلها النسور اللي مالية المباني، وتفضل الجثث على الحال ده لحد ما تخلص على الآخر وتتحول لعظم. وبرضه مش هيدفنوا العظم في التراب، لأنهم عاملين له تجاويف مخصوصة داخل المبنى متحوطة بالجير عشان العظم مع الوقت يتحلل جواها. بس مع إن لسه الدخمة موجودة في مناطق في إيران زي يزد وكرمان، وكمان جوهرات في الهند، ويقال إن في منها في عدن في اليمن، لكن في الثلاث دول قل استخدامها عن الأول، وده بسبب التلوث البيئي وقلة عدد معتنقي الزرادشتية اللي وصل عددهم لحوالي 120 ألف شخص في العالم كله، وبدلوها بمقابر معزولة بطبقات من الأسمنت تكون بين الأرض والمتوفي.